البلتاجي اخر واحد البلتاجي. اتفضل. لا 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 عشان مسائل ما ينفعش الراجل لا لا حقهم حقهم. ايه يا ريس؟ ده اخر واحد البلتاجي. طب ماشي. لا 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 ما اتكلمش بقى. خليك في الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أنا لا أتحدث من أجل براءة أو غيره، ببساطة شديدة عقلية. أنا والدكتور بديع والدكتور صفوت حجازي قدمنا النظام الانقلابي في أكثر من 25 قضية جنائية في كل محافظات مصر. روح حضرتك وهيئته المحترمة الموقرة قرار براءتنا، فاحنا عندنا مؤكد وما الحكم إلا لله. انت بتاخد حقك والحكم ده بتاع ربنا. أنا بس اتفضل. أقول حتى لو صدرت البراءة من هذه الهيئة الموقرة، وهذا أنا أنشده لأشكيكم لا لأشكينا والله، فمؤكد أن النظام الانقلابي قادر أن يعطي أوامر لهيئات أخرى بإعدامنا، ونحن نشرف وننتظر بإذن الله تبارك وتعالى أن يشرفنا الله تبارك وتعالى بأن نلحق بأبنائنا وشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. أنا لا أتحدث سيدي والله وأقسم بالله والله يشهد علشان يبقى في نهاية الجلسة براءة أو إعدام، فالأمر يستوي لأننا قدمنا أرواحنا فداء لهذه الأمة. لكن أنا أريد علشان الجلسة دي لما هتتكرر أمام الله في الآخرة تكون الحجة قد قامت عليكم بوضوح، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، ليس فقط في الآخرة أمام الله بل في الدنيا وأمام أجيال هذه الأمة، لتعرف من كان في صف الحق ومن كان في صف الباطل. أتحدث في القضية عن جزئين في صلب الموضوع. الأول الكيفية للنظام بأمنه، سواء الأمن العام أو أمن الدولة أو المخابرات العامة اللي أرسلت تقاريرها، وهم ثم النيابة العامة، وهم أؤكد لكم الآن بالوقائع الكتابية المحددة خصوم سياسيين وشخصيين، مش بس خصومة سياسية، خصومة شخصية معي ومع زملائي. أنا محمد البلتاجي سني 51 سنة، أستاذ في جامعة الأزهر في كلية الطب. 50 سنة من عمري ثم فجأة خلال 8 شهور بقيت رئيس المافيا العالمية اللي عنده 25 قضية في كل محافظات مصر، قتل وأجرم وحرق لا في أكثر بكده. فقضية من القضايا سوقت عربية الدفع الرباعي من غزة وجيت بيها لغاية وادي النطرون وفتحت السجن. المهزلة اللي احنا فيها دي سيدي بشكل واضح. أنا 50 سنة من عمري كنت سادس الجمهورية في الثانوية العامة، أول دفعتي في كلية الطب في كل السنوات، وكنت عينت معيد ومدرس مساعد في كلية الطب لأني أول زملائي، فأمن الدولة عطل تعييني 2 سنين لغاية ما قضاء محترم حكم بعودتي كمدرس مساعد، ثم نهاية الدكتوراه، ثم بعد أن أعطاني الله سبحانه وتعالى بالفضل ونعمه علي ما أعطاني، قررت في حياتي والذين يعلمون محمد البلتاجي كأستاذ في كلية الطب جامعة الأزهر وكطبيب متميز في تخصصه، الناس بتحجز عنه بالشهرين والثلاثة علشان تدخل عيادته أو يدخل أبنائهم عملية. قررت في حياتي أن يؤمن بالآخرة إيمانا يقينيا، لأن الدم يدفع مش كفاية طلبات لا يا فندم، ده صلب القضية الكلينية. مصر مش معقول واحد كان في حياته طول 50 سنة ونص وبعدين فجأة بعد 6 شهور شايل البلدوزر وشايل الجرانوف وقاعد في محافظات مصر
كلها وكده واحده واحده وابتدى يقتل في الناس. ايه اللي بيحصل ده؟ طلبات لا يستريك اقول لحضرتك ماذا فعل في الجبل العام علشان تقوم عليك الحجه امام الله في حكمك الذي ستنطق به. وامام التاريخ الذي يقسم بالله التاريخ مش بعد سنوات طويله، بعد اشهر عديده باذن الله سيصحح كل وضع الشائن وسيحاسب الجميع واحد واحد، سواء كان في الحق ولا في الباطل، في العدل ولا في الظلم. النيابه العامه يا سيدي يوم 30 يونيو 2013 عيادتي واحد من انظر المراكز الطبيه المتخصصه في جراحه الانف والاذن في شبرا الخيمه لدى هذه النيابه العامه. عيادتي اقتحمت باشراف مدير امن الادويه واتحرقت واترمت كل الاجهزه المتخصصه اللي ملهاش نصيب. طلباتك لا كفايه كده. طلباتك في 14/8 لو سمحت طلباتك ادالك الفرصه الكافيه للكلام. طلباتك احنا جايبينك عشان نشوف اي طلبات ليك. طلباتك يا بلتاجي طلباتك ايه؟ مواقف سياسيه واضحه طول عمري. اخر الجلسه عايز ايه تقول ايه؟ الاستاذ الجماعي ده الشعب الألوبية انتخب رب التزوير في 2005. احنا مالناش دخل بالقصه دي، احنا بنتكلم في موضوع القضيه. احنا مالنا ومال التزوير ومال الكلام ده. لا يا فندم هقول لحضرتك الكيديه. لا الكيديه خلاص قلت الكيديه. طلباتك ايه؟ تتحرق عيادته ولا يحقق فيها. بنته تتقتل 10 شهور لغايه دلوقتي مفيش تحقيق تم في مقتل بنته. يا بلتاجي طلباتك يا بلتاجي طلباتك. خد الميكروفون يا اسد. يعني انا غلطان اللي خليتك تتكلم؟ خلاص كفايه كده، خلاص اديله الميكروفون. طلباتك. شوف الاساتذه بتوعك، انت قلت الكيديه وخلاص. اتفضل. حاضر. طيب حاضر. اخر الجلسه. بالتاريخ ما قاله الله تبارك وتعالى لمثل من كان في مجلسه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اخر الجلسه يا بلتاجي. إن الذين يضلون عن سبيل الله خلاص يا بلتاجي لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اخر الجلسه. وصلى اللهم وسلم وبارك. ماليش طلبات. يوم شرفي يوم تحكم علي انت او غيرك بالاعدام في سبيل هذا الوطن وفي سبيل اخر الجلسه.